السلام عليكم. من كام يوم كده نزلت بوست على المنتدى ان انا هعمل ريفيو لفيلم ديدبول اند وولفرين، وبعيدا عن اني ساعتها كنت قاعد على البحر ومدلدل رجلي في الميه وعايش جو حزلومي جدا يعني. ايه ده؟ هما اليونانيين بقوا شبهنا كده ليه؟ بعد ما شفت الفيلم عرفت قد ايه ان هيكون صعب ان انا اعمل مراجعه للفيلم من غير ما احرقه، فاهلا بيك في مراجعه ديدبول اند وولفرين من غير حرق. Life is a mystery. I don't know anything about saving worlds, Stand but you do. alone. I hear you call Trust me, kid, I'm no hero. my name, and You were an X-Man. feels like You were the X-Man. home. فيلم ديدبول اند وولفرين هو الجزء الثالث من سلسله افلام ديدبول اللي من بطوله راين رينولدز، وفي الجزء ده تحديدا بيشاركوا في البطوله هيو جاكمان بدور وولفرين. قصه الفيلم بكل اختصار ان ديدبول العالم بتاعه بيتدمر، فهو لازم ان هو ينتقل للعالم بتاع مارفل السينمائي ويسيب بقى كل اصحابه والناس اللي بيحبهم في العالم بتاعه يموتوا، وكل ده بسبب منظمه التي في اي اللي موجوده في مسلسل لوكي. عجبني في الفيلم قوي ان هو بيعاملك انك ما شفتش ولا فيلم من افلام الاكس مان، فبيشرح لك ايه هي الحاجات المهمه اللي انت لازم تكون عارفها قبل ما تبدا الاحداث الفعليه بتاعه الفيلم. الفيلم حبكته كانت كويسه جدا وكان بمثابه تكريم لذكرى الاكس مان والافلام اللي انتجتها شركه فوكس. وطبعا زي اي فيلم لديدبول لازم نتريق على كل حاجه في الدنيا، على مارفل وعلى دي سي وعلى فوكس وعلى اي حاجه ممكن نتريق عليها بالمره. يلا بقى، الفيلم مليان لقطات اكشن جامده فشخ من اول ما الفيلم بيبدا لحد اخره، وانت الاكشن والاثاره شغالين معاك ولحد اخر الفيلم من غير ولا لحظه ملل. وهيو جاكمان في الفيلم ده اثبت ان هو لسه قادر ان هو يقدم دور لوجن ويبدع فيه ويورينا حاجات جديده ما شفناهاش قبل كده حتى مع تقدمه في السن. طبعا نفس الكلام على راين رينولدز بدور ديدبول اللي بنحبه، المسخره اللي بيموتنا من الضحك. اللي عجبني جدا في الفيلم ده ان هو كان بيواجه تحديات كتير جدا وقدر ان هو يتغلب على كل التحديات دي بسبب ان هو فيلم ديدبول. وطبعا الفيلم ده مليان كاميوز كتير جدا من اللي قلبك يحبها، بجد هتنبسط جدا بالذات لو انت متابع الافلام القديمه بتاعت مارفل اللي قبل العالم السينمائي ما يتعمل. وعشان كده بقى في مجموعه من الافلام اللي مش لازم ان انت تتفرج عليهم، بس لو اتفرجت عليهم هيحسنوا جدا من تجربتك للفيلم، وهم اول جزئين من ديدبول، فيلم لوجن 2017 ومسلسل لوكي. دول اهم 3 اعمال اللي لازم انت تتفرج عليهم عشان تكون فاهم اصلا الدنيا اللي احنا فيها. وطبعا افلام الاكس من القديمه بقى والافلام اللي انتجتها شركه فوكس لو اتفرجت عليهم هيحسنوا جدا من التجربه بتاعتك للفيلم، عشان في برضه بعض النكت اللي بتترمي على الافلام دي، فانت لازم تكون شايف الافلام دي كلها عشان تكون فاهم كل النكت اللي بتترمي وكده. تقييم الفيلم ديدبول اند وولفرين هو 9/10 بكل تاكيد. فيلم اكتر من رائع، وانصحك لو تتفرج عليه تشوفه في سينما اي ماكس عشان تاخد احسن جودة صورة واحسن تجربة ككل تاخدها من الفيلم ده. وبس كده، لو انت بتحب عالم الانمي ومهتم بيه ممكن تتفرج على الفيديوهين دول هيعجبوك جدا، واعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، واكتب لنا كومنت كده لو انت شفت الفيلم ايه رأيك فيه. وبس كده، سلام.